تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. نشرة الأخبار تأتيكم من تلفزيون جمهورية سوماليلاند وأبرز ما فيه. اختتام اللقاء السنوي الموسع للزكاة وذلك بفندق منصور بالعاصمة هرقيسة. مدير عام وزارة الأشغال العامة ووضع حجر الأساس لمشروع مبنى معهد تدريب موظفي المجالس المحلية في الوطن. مشاهدينا الكرام، كانت هذه أبرز العناوين، وليكم الآن نشرة بالتفصيل. اختتم اللقاء السنوي الموسع للزكاة والذي استمر لمدة يومين، شارك فيه أعضاء من المجلس الوزاري، علماء الدين وضيوف شرف آخرين من أقاليم الوطن المختلفة. اختتم اللقاء السنوي الموسع للزكاة والذي استمر لمدة يومين، شارك فيه أعضاء من المجلس الوزاري، مستثمرين، علماء الدين وعدد كبير من المثقفين، ضيوف شرف من أقاليم الوطن المختلفة، وذلك بفندق المنصور بالعاصمة هرقيسة. وهذا اللقاء برعاية وزارة الدين والأوقاف بجمهورية سوماليلاند. تحدث في بداية المناسبة مدير عام وزارة الدين والأوقاف الشيخ آدم عبد الله عبد الله، أشار من خلال حديثه إلى قيام علماء الدين بالوطن دراسة عامة حول أهمية الزكاة وأحكامها وكيفية تطبيقها. وبعد تبادل الآراء والأفكار، قرأ مدير عام وزارة الدين والأوقاف أهم البنود التي تم استخلاصها من اللقاء، وهي: أولاً، جمع الزكاة وأهميتها لتطوير المجتمع والأمن ومحاربة الفقر. ثانياً، أهمية توعية المواطنين حول أهمية الزكاة وكيفية تطبيقها وأحكامها. ثالثاً، واجب الحكومة في إدارة وتجميع وتوزيع الزكاة. رابعاً، إقامة دراسات علمية وبحوث حول نجاح الدول الإسلامية في نظام إدارة الزكاة. خامساً، تطوير من مستوى الثقة بين المواطنين والحكومة بشأن إدارة الزكاة. سادساً، وضع سياسات عمل حول موضوع الزكاة بشكل عام. سابعاً، مسؤولي اللقاء السنوي الموسع للزكاة يحثون علماء الدين والمجتمع بالسوماليلاند بالمشاركة في دفع الزكاة بالسوماليلاند. شارك مدير عام وزارة الأشغال العامة بجمهورية سوماليلاند سعادة جمال عبد موسى في مناسبة وضع حجر الأساس لمشروع مبنى معهد تدريب موظفي المجالس المحلية بجمهورية سوماليلاند. شارك المدير العام بوزارة الأشغال العامة بجمهورية سوماليلاند سعادة جمال عبد موسى وبرفقته رئيس هيئة التوظيف الحكومي السيد فرحان آدم هيبة ومسؤولين آخرين، شاركوا في مناسبة موسعة تم فيها وضع حجر الأساس لمشروع مبنى معهد تدريب موظفي المجالس المحلية بالوطن. تحدث في البداية السيد إيد موسى مدير المعهد، قدم شرحا مفصلا عن المشروع والمراحل التي سيمر بها والفوائد العديدة التي ستعود بالنفع على موظفي المجالس المحلية بالبلاد. وفي كلمة لكل من عمدة مدينة بربرة السيد عبد الشكور محمود حسن والسيد محمد أحمد ورصمه عمدة مدينة بورما والسيد عبد الكريم أحمد موجة عمدة العاصمة هرقيسة ومسؤولين آخرين، أشاروا إلى أهمية هذا المعهد ودوره البارز في تطوير المهارات الفردية والمهنية للعاملين بالمجالس المحلية بسوماليلاند. في كلمة المدير العام بوزارة الأشغال العامة، تطرق من خلالها إلى المساهمة الفعالة للوزارة في هذا المشروع الحيوي الهام. وفي الختام، تحدث رئيس هيئة التوظيف الحكومي، عبر عن سعادته بالمشاركة في المناسبة، كما أكد لضرورة الرفع من مستوى الكفاءة العلمية للعاملين بالمؤسسات الحكومية المختلفة بالوطن. شارك مسؤولي وزارة الصحة بإقليم التغدير وبرفقتهم مسؤولي الإقليم في مناسبة اختتام اللقاء الموسع لتقييم الأعمال والمشاريع التنموية خلال النصف الأول من العام الجاري. شارك مسؤولي وزارة الصحة بإقليم تغدير وبرفقتهم مسؤولي إدارة الإقليم في مناسبة اختتام لقاء موسع تم فيه تقييم الأعمال والمشاريع التنموية خلال النصف الأول من العام الجاري بالإقليم والمناطق التابعة له. شارك في المناسبة مسؤولين وضيوف شرف آخرين. تحدث في البداية منسق وزارة الصحة بإقليم تغدير السيد محمد يوسف، أشار إلى أهمية اللقاء والفوائد العديدة التي تعود بالنفع على القطاع الصحي. وفي كلمة النائب عمدة مدينة برعو السيد مختار عبدي، وجه الشكر لمسؤولي وزارة الصحة والهيئات العاملة معها على مجهوداتها لتطوير الخدمات الصحية بالإقليم. وفي الختام، تحدث محافظ إقليم تغدير سعاد محمد ديرية حيد، أشار إلى أهمية توحيد الجهود والعمل المشترك بين المواطنين ومسؤولي وزارة الصحة بالإقليم لرفع مستوى الخدمات الصحية
بإقليم تكدير بشكل عام. قامت وزارة التربية والتعليم بجمهورية سوماليلاند بافتتاح تدريب موسع ل 64 معلما، وذلك بهدف الرفع من مستواهم المهني. قامت وزارة التربية والتعليم بجمهورية سوماليلاند بافتتاح تدريب موسع ل 64 معلما بهدف الرفع من مستواهم المهني، وهذا التدريب برعاية هيئة فارو. تحدث في بداية المناسبة مدير قسم التعليم بوزارة التربية والتعليم بجمهورية سوماليلاند السيد حسين عبد عول. أشار من خلال حديثه إلى أهمية تطوير التعليم خاصة بمرحلة الحضانة لوضع الأساس بالطلاب لهذه المرحلة ليتم تأهيلهم بالمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، وهذه الخطوة ستقوم بالرفع من مستوى التعليم بالوطن، وحث المعلمين المشاركين في التدريب بالاستفادة من المعلومات المقدمة إليهم وتطبيقها في مهام عملهم اليومية. كما أشار مدير قسم التعليم بوزارة التربية والتعليم إلى تخصيص تعليم الأطفال بمرحلة الحضانة للمعلمات، وهي واحدة من أساليب التعليم الحديثة والمتطورة في تعليم الأطفال بمرحلة الحضانة. مشاهدينا الكرام، كان هذا كل ما لدينا من أنباء لهذه الليلة، على أمل اللقاء بكم في نشرتنا القادمة. تقبلوا مني ومن خلف الكاميرا والكنترول أطيب المنى، وإلى اللقاء.